السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيفا بيرسل لمحامي كهرباء رقم حساب نادي الزمالك المسجل عند الفيفا، علشان غرامة كهرباء، وهي أكتر من 2 مليون دولار. هتكون إن شاء الله مدفوعة الأسبوع دوت بإذن الله. يعني بنطمن كل جماهير النادي الأهلي إن شاء الله الأسبوع ده في غرامة كهرباء هتكون مدفوعة إن شاء الله الأسبوع ده. وفي حاجة تانية، انطلاق دوري السوبر الإفريقي يوم 17 أكتوبر، يعني يوم 17/10 انطلاق السوبر الإفريقي، وطبعا هيكون صاحب المركز الأول هياخد 10 مليون دولار. فالنادي الأهلي محتاج يدعم لعيبة من أول خط الدفاع لحد الهجوم، علشان يقدر ينافس على كل البطولات اللي احنا متعودين عليها. وإن شاء الله النادي الأهلي قادر على إن هو يعمل دوت بمنتهى السهولة، وخصوصا بعد لو مشى حمدي فتحي. طبعا حمدي فتحي من هو اكتر اللعيبه اللي مؤكدين ان هم هيمشوا من صفوف النادي الاهلي. فالنادي الاهلي ان شاء الله لازم يكون عنده البديل، وان شاء الله النادي الاهلي هيجيب البديل ان شاء الله بمنتهى السهوله، وان شاء الله الاهلي هيدعم صفوفه. كان في حاجه تانية بالنسبه للاعب الوداد المغربي اللي هو زهير المترجي. بعد ما اتحط عليه من النادي الاهلي، فطلع على حسابه على الانستجرام بيقول: عندنا مثل شعبي في المغرب بيقول: ما تاكلش لوحدك وارمي للمسكين الضعيف لقمة علشان ما يطمعش فيك. والوداد بعد ما كسب بطولتين رمى لقمة للمسكين الضعيف، وطبعا بيقصد النادي الاهلي، يعني زي ما احنا عارفين. فاحنا مش هنرد عليه ولا كأنه بيتكلم. احنا نادي الرجاء هو اللي رد عليه على صفحته الرسمية، وقال ان كل أندية المغرب معهم 7 بطولات. يعني ان أندية المغرب كلها لو جمعناهم كده مع بعض معهم 7 بطولات، انما النادي الاهلي اللي هو يعني النادي الاهلي لوحده بس معاه 11 بطولة. فيعني بس هو يعني بعد ما هو نشر المنشور دوت، يعني فطلع وحذفه ورجع في كلامه، يعني لان يعني لقى نفسه اللي هو غلطان، ولقى نفسه ان هو يعني هو اللي هيطلع يعني مديون في الموضوع دوت، فهو حذف المنشور اللي هو حاطه ده. كان في حاجه برضو تانية خاصه بالنادي الاهلي. النادي الاهلي لسه له 10 مباريات، عشان طبعا المباريات دي كلها مؤجله زي ما احنا عارفين، وفي منها برضك بطولات يعني مباريات مش مؤجله. فالنادي الاهلي لسه له 10 مباريات في الدوري، والنادي الاهلي محتاج 15 نقطه، يعني يكسب 5 ماتشات بس من ال10 ماتشات اللي جايين دول عشان يضمن الدوري بشكل رسمي. فهو كده عنده دلوقتي النادي الاهلي 62 نقطه، ونادي بيراميدز عنده 64 نقطه، فرق نقطتين بس. طبعا زي ما احنا قلنا النادي الاهلي لسه له 10 ماتشات، فهو محتاج 5 ماتشات، يعني نص الماتشات اللي هيلعبها النادي الاهلي لو كسبها والنص التاني خسر، هو برضو كده هيضمن الدوري العام. فكده بنسبة يعني قول 90% الدوري كده ان شاء الله للنادي الاهلي. كان في برضو الست المستشار مرتضى منصور بيقول ان اللي جاب الجون مش هو محمد عبد المنعم في نادي الوداد، يعني ان هو محمد عبد المنعم مش هو اللي جاب الجون، والاهلي كسب بالسحر. فيعني انا مش عارف النادي الاهلي بيكسب كل بطولاته بالسحر وكل ماتشاته بالسحر ازاي. مش عارف سيادة المستشار بيقول يعني اعتبر اي كلام وخلاص، يعني انت خالف تعرف، يعني زي ما بيقولوا، يعني الناس تقول شمال هو يقول يمين، الناس تقول يمين هو يقول شمال. دايما يعني المستشار مرتضى منصور زي ما احنا عارفين ان هو يعني ما بيتمناش للنادي الاهلي اي حاجه طبعا كويسه، لكن النادي الاهلي بيكسب بعرقه وبيكسب بالجهد وبيكسب بعرقه وبيكسب يعني بالروح الفانيلا الحمراء. وان شاء الله النادي الاهلي هيكسب الدوري ان شاء الله، ويكسب كل البطولات الجايه ان شاء الله. النادي الاهلي ان شاء الله يوم الخميس الجاي هتبقى مباراته مع فريق حرس الحدود الساعة 9:30 باستاد الكلية الحربية. طبعا المباراة دي هتتذاع عن طريق قناة اون تايم سبورت الساعة 9:30. وفي نهاية الفيديو اتمنى الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.